يا صباح الفل، صباح التفاؤل. عاملين ايه؟ صباح يوم جديد واملنا في الله بيزيد. عندنا فيديو حلو قوي كده، فيديو كله نشاط كده. هنقوم كده نشوف اللي ورانا ونبطل كسل ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا كده تشجعوا معايا، واللي وراه حاجة يقوم يعملها، وشغلوا الفيديو كده وانتوا بتعملوا هتتشجعوا جدا والله العظيم. انا من الناس اللي بحب يعني اما اجي كده انضف او حتى اعمل اكل او اي حاجة في المطبخ، بشغل فيديو لاي حد بتابعه وبحب ان انا اتفرج عليه، فبتشجع قوي. يعني بيبقى الفيديو شغال كده وانا ايه بخلص اللي ورايا. فجربوا كده، شغلوا الفيديو قوموا خلصوا اللي وراكم، هتتشجعوا على طول وهتبطلوا كسل. ما تنسوش بقى تحطوا لايك لفيديو النهارده واشتراك في القناه ولسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. كان عندي اوضه الولاد عايزه تتنضف، فقلت هبدأ بيها. تمام، فغيرت لها الفرش بتاعها، شلت الفرش القديم كده ونفضتها وظبطتها، ولمعت بقى الازاز والخشب بتاعها وشلت السجاد، وهبتدي ان انا ايه انضفها. عايزه اقول لكم على حاجه حلوه قوي في المسح بتاع السيراميك علشان ما يجيرش معاكم. بصوا، انا الاول بكنس الارض كويس جدا، لازم اكنسها الاول بالمكنسه الناعمه او بالمكنسه الكهربائيه اللي بتحبي تتعاملي بيه يعني. وبعدين باجي بقى امسحها، بحط في الجردل بتاع المسح ميه سخنه قوي. يعني اهم حاجه الميه تكون ميه سخنه قوي كده من السخان، وبحط فيها غطا كده من البريكس، بيخلي الريحه كده حلوه قوي وبيعقم كده الارض، وبيبقى بصراحه ريحته جميله قوي. بس غطا صغير عشان خاطر هو بيرغي، بيعمل رغاوي. تمام. وبحط معاه غطا كلور وشويه من الخل. انا بجيب الخل سايب، مش او من الازاز عادي اللي يعجبك يعني، بس انا بجيب للتنظيف والتنظيف الغساله والمسح والكلام ده الخل السايب من السرجة، اللي هو المكان اللي بيبيع العسل والزيت والطحينة والحاجات السايبة دي. حلو قوي بصراحة. بيخلي الأرض، بصوا والله العظيم بتبرق، يعني حرفيا كده فظيعة، مش مجيرة خالص. السيراميك بيلمع وبيفضل بلمعته لغاية ما تيجي تمسحي تاني. قعدتي بقى يوم اتنين اسبوع مفيش مشكلة، السيراميك بيفضل زي ما هو زي الفل. انتوا هتشوفوا دلوقتي، هتلاقوا الأرض بقت ايه حاجة تانية خالص. شايفين؟ واخدين بالكم الارض ما شاء الله نطفت قوي، والميه السخنه بصراحه لو اي حاجه لازقه في الارض، اي حاجه كده مجيره، بتشيل كل الكلام ده خالص. يلا ما تكسلوش بقى وقوموا شوفوا اللي وراكم. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، شايفين اللمعه يا جماعه؟ اللمعه دي بقى بتفضل في الارض زي ما هي. جربوا بس تمسحوا بميه سخنه قوي، فظيعه. والريحه بقى ما اقولكوش، البريكس ده تحفه. يلا هبتدي بقى ان انا افرش السراير واظبط بقى الدنيا كويس قوي قبل ما ايه ادخل اشوف حاجة تانية. دايما بحب ان انا لما اجي انضف مثلا اوضة ما اطلعش منها الا لما اخلصها، ما اروحش بقى ايه يعني اعمل هنا حاجة واروح اعمل في اوضة تانية حاجة. لا، هي يعني اخلص حاجة حاجة احسن، علشان ممكن مثلا اقول النهارده انا هعمل الاوضه دي بس مش هعمل حاجه تانية. كده كده بننضف من على الوش كل يوم، لكن تنظيف مثلا عميق او تغيير فرش او مسح ارضيه وكده مش لازم خالص اجي على نفسي واعمل كله كده في يوم واحد. لا، ممكن اعمل النهارده الاوضه دي، ممكن اعمل اوضتين مع بعض، ممكن اعمل مثلا صاله واوضه، يعني فاهمين قصدي؟ فدايما ما بحبش اجي على نفسي وما بحبش اجي على صحتي كده واقعد اعمل حاجات كتير كده واقعد بقيه اليوم تعبانه. لا لا لا، انا كده كده بنضف من على الوش كل يوم بالمكنسه مثلا. ولو في حاجه مش في مكانها هرجعها مكانها كده. لكن التنظيف عميق وكده ممكن اعمل حاجه حاجتين على حسب وقتي وعلى حسب مجهودي، ورايا ايه ما ورايش ايه الكلام ده كله. فعادي، مش لازم خالص تعملي كله كده على بعضه وتقلبي الدنيا وتبصي تلاقي نفسك كده اتسوحتي مش عارفه ابدا منين وخلص منين. لا 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 خالص، اعملي على قدك بس اعملي صح. يعني ممكن اعمل حاجه واحده بس اكون خلاص نضفتها كويس قوي وظبطتها، ومش محتاجه ان انا بقى ايه يعني اعمل فيها حاجه تاني. خلاص لمعت بقى الازاز ولمعت الخشب وظبطت الدنيا كويس قوي وفرشتها وبقت خلاص زي الفل. ما شاء الله كده مش ناقصه اي حاجه. رحت بس اولع عود بخور عشان خاطر بقى ايه ريحتها تبقى جميله كده.
وخلاص. بصوا شايفين ما شاء الله خلصت، بقت مرتبة ونظيفة وجميلة ومش ناقصها اي حاجة خالص. وعود البخور بقى بيخلي الريحة، يعني بيكمل النظافة بقى. خلاص كده تمام، اديني خلصت كده من الاوضه. اشوف بقى ورايا ايه تاني او هعمل ايه تاني النهارده. بس كده. كان بقالي بقى حوالي كده يومين او 3 ما جيتش يمة السلم ولا قدام الشقة خالص، فقلت يلا اظبط السلم، لان طبعا اللي هيدخل والسلم مطرب هيبهدل الدنيا جوه. فبالمقشه كده نضفت، لو في عنكبوت لو في اي حاجه ظبطت الدنيا. وكنست كنسه كده الاول محترمه. ما بحبش امسح كده على طول، لا بحب اكنس كويس قوي الاول واشيل الترابه الناعمه دي كويس جدا الاول، وبعدين امسحه وانضفه بقى كويس. يعتبر ده اللي انا هعمله النهارده اصلا في الشقه، مش هعمل حاجه تاني خلاص، لان انا يعتبر كنت صاحيه متاخر، ما كنتش صاحيه بدري، وما كنتش لسه عارفه هعمل اكل ايه وزي ما انتوا عارفين بقى ايه حيره اكل كل يوم. فقلت هنخلص الحاجتين اللي هم كانوا محتاجين تنظيف دول، والباقي من على الوش كده وخلاص. ما غيرتش ملايات في اوض تانية ولا حاجه، ولا شلت سجاد ولا حاجه، كان بس من على الوش كده بالمكنسه وخلاص. وظبطت الدنيا وخلاص. خلاص. ومسحت بقى السلم بقى وباب الشقه والكلام ده. بحب بقى ايه، احط بقى فيه ديتول، او احط فيه فينيك، او احط فيه كلور، بس حبه حلوين كده مع الميه. والفتاله او الشرشوبه اللي انا بمسح بيها السلم مش بتاعه الشقه، يعني مثلا انا كنت جايبه واحده للشقه ومسحت بيها. بسيبها بقى لحد ما تقدم بقى، يعني ايه تقعد فتره كده لحد ما الاقيها خلاص اتهلكت كده في الشقه. خلاص اخدها للسلم بقى. لكن ما بحبش يبقى تبقى يعني شرشوبه واحده بتاعه الشقه هي بتاعه السلم. شايفين ما شاء الله اتغير خالص والنظافه باينه اهي. والريحه بقى ما اقولكوش ريحه النظافه عامله ازاي. والموضوع كله ما خدش يعني على بعضه نص ساعة، خلي بالكم يعني. لو اتشجعتوا كده وقمتوا وشفتوا وراكوا ايه يعني مش هتخلصوا. يعني هتخلصوا كل حاجة بسرعة قصدي يعني. خلاص كده، ده كده اخر ما عندي. دخلت بقى على المطبخ عشان اشوف في ايه واظبط بقى اللي فيه. وده جزات اللي ينام وفيه مواعين في الحوض. انا مش بحب اصلا انام وفيه مواعين في الحوض. بس بالليل بقى يعني الولاد بقى اتعشوا كده وما غسلتش بصراحه المواعين، سبتهم في الحوض. قلت كده ايه اول ما اصحى اعملهم. فخلصت الاول من الشقه بره، بعدين دخلت بقى على المطبخ عشان اشوف اللي ورايا. فلكن عاده انا ما بحبش اسيب مواعين في الحوض. بس هما ما كانوش كتير، يعني زي ما انتم شايفين كده حاجات بسيطه خالص. حاجات عشا كده وخلاص، مش مواعين كتير يعني. مين زي بقى بحب لما يجي يغسل المواعين يبدأ مثلا يعني انا عن نفسي بحب أبدأ بالكوبايات الاول، وبعدين المعالق، وبعدين الاطباق، ولو في حلل ولا حاجة معرفش انا بحب انظم المواعين الاول قبل ما اغسلهم. بحس بكده اكتر يعني احسن. مش بغسل اي حاجة، لا بحب الاول كل حاجة كده ورا بعضها، بحس ان وفي الاخر بقى بشطفهم كلهم، يعني بحب اغسل كله واخلص وبعدين اشطف كله. مش عارفه ليه في ناس مش بتحب غسيل المواعين، بالعكس غسيل المواعين ده حلو والله وبيسلي كده. وطول ما انتي واقفه كده ايه تقولي مثلا اذكار، تستغفري، تصلي على النبي. آم، يعني ذهنك بيبقى حاضر كده، لان بتبقي واقفه بقى خلاص يعتبري ايه ايدك مشغوله في حاجه، فخلاص بتقعدي تفكري بقى وراكي ايه، هتعملي اكل ايه مثلا. تقعدي زي ما بقولك تسبحي، يعني بصي بيبقى وقتك معاكي بقى. خلاص تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه. كان عندي في التلاجة فلفل، بس كان ايه يعني قرب يدبل كده، فقلت اما الحقه بقى، لاني ايه كنت عايزه اعمل دقه وما كانش عندي. كانت خلصت، فقلت يلا الحق الفلفل ده. كان عندي فلفل احمر على فلفل اخضر، شطه بقى على بارد، يعني ايه كان مشكل كده بصراحه. فغسلته كويس ونضفته بقى وشلت البذر منه. في ناس بتحب تفرمه بالبذر، بس انا بصراحه لا. يعني بحب انضفه وبعدين احطه في الكب. عايزه اقول لكم الخلطه دي يعني فظيعه، يعني انا عايزاكم تجربوها، لان انتوا بجد هتبقى ايديكم ورجليكم في المطبخ، يعني مش هتستغنوا عنها خالص في كل حاجه. واحلى ما فيها بقى ان هي بصوا جاهزه من كل حاجه، يا دوب بتاخدي منها معلقه ما تحطيش عليها اي حاجه خالص. نضفت الفلفل زي ما قلت لكم، حطيت عليه بقى توم. عندك توم فريش هتحطي مثلا ايه راس او راسين توم.
انا كان عندي مفروم فخدت منه، يعني خدت منه حوالي معلقتين 3 كبار كده بمقام راسين توم، وحطيته على الفلفل. هعصر بقى ليمون، حطي بقى ليمون براحتك بقى، يعني انا حطيت هنا حوالي 3 او 4 ليمونات كبار، لان زي ما قلت لكم مفيش حاجه، اي حاجه هزودها عليها بقى تاني اما اجهزها خلاص. وبعدين هحط ملح حلو بقى، يعني طعمها كده بقى محدق سنه، علشان خاطر دي هتملحي بيها بقى كل حاجه. وبعدين حطيت كمون معلقتين ونص كده كبار، وحطيت برضو زيهم كزبره ناشفه، وشويه شطه لو انت حابه الحاجه سبايسي، ونص كوبايه كده من الخل. هما كانوا اخر حبه كده عندي في الازازه فهحطهم كده على طول. ممكن تحطي الكلام ده كله في الخلاط، يعني الخلاط العادي او الكب، وضربتهم بقى كويس قوي لحد ما ينعموا خالص. كبه ما خدتش عندي الفلفل كله، فقلبت كده ونزلت الجوانب، وحطيت بقيه كميه الفلفل اللي كانت عندي، وارجع اضرب تاني لحد ما زي ما قلت لكم بقى تنعم معايا خالص. تمام، ما خدتش معايا اي وقت. هعبي بقى في برطمان واحطه في الفريزر، وحامله مثلا برطمان تاني او علبه تلاجة، واحطها بقى على رف التلاجة دي بقى الاستخدام اليومي بقى. تمام، يعني تقعد معاكي حبه حلوين كده في التلاجة اسبوعين ولا حاجه، ما يجرالهاش اي حاجه. دي بقى بتستخدم لايه بقى؟ بصوا بقى، دي بقى كل حاجه كل حاجه والله العظيم. يعني بصوا، انا دلوقتي هقلب تنجان كده وهحدقه بيها بالخلطه دي. عندي هتجيبي سمك مثلا، تتبليه بيها. هتعملي مثلا تحطي منها معلقه على الكبده، هتحطي منها معلقه على الفول، معلقه على السلطه. بصوا كل حاجه كل حاجه حرفيا في المطبخ ممكن تحطوا منها معلقه، بتنقل الاكل في حته تانية خالص. تمام، حطيت بقى البتنجان كده، هو كان كبير فانا قسمت كل بتنجانه اتنين وقليته في الزيت عشان بقى ما يتحرقش مني. بحب ان انا اول ما احطه كده في زيت سخن اخلي النار بتاعته هاديه، واغطيه مثلا بغطا ولا حاجه، واسيبه بقى مع نفسه. يعني بصوا على نار هاديه عشان يستوي ويبقى زبده كده من تحت ومن فوق. تعالوا نعمل بقى الغدا مع بعض. هنعمل غدا سريع كده ويعتبر اقتصادي، يتاكل كده من غير اي حاجه، من غير عيش ولا مكرونه ولا رز. حلو قوي على فكره وجديد كده وهيعجبكم، ومشبع كمان للاطفال وللكبار، حلو بصراحه. حطيت كده معلقه سمنه، وحطيت فيها كيس لسان عصفور حوالي 350 جرام، ومع بصل. بعد يعني ما دخل في ان هو لونه يحمر شويه، حطيت عليه بصلايه كده مبشوره، وهقعد اقلب فيه لحد ما البصليه تتشوح شويه، ولون اللسان العصفور يبقى لونه ذهبي كده زي ما احنا شايفين. وبعدين بقى حطيت عليه معلقه كبيره كده من صلصه الطماطم، وقلبت كله كده مع بعض. حطيت بقى كيس طماطم من اللي انا مفرزاه، او يعني بمقدار نص كيلو طماطم مضروبه في الخلاط. بس انا بحب اشيل الطماطم جاهزه كده، يعني بجيبها وبسلقها من غير ميه من غير اي حاجه في الحله، وبعدين بحط معاها شويه سكر وممكن شويه بابريكا لو هي مش حمراء قوي، واسيبها تستوي خالص، وبعدين اضربها بالهاند بلندر واصفيها واعبيها في اكياس في الفريزر على قد الاكل خلاص. بعدين بقى حطيت حوالي كوبايتين ميه، واسيبها تغلي كويس، بس يا دوب غلوه واحده بس، لان احنا عارفين لسان العصفور ما بياخدش سوا ولا حاجه. وظبطت الملح وحطيت مكعب مرقه وشويه فلفل اسود كده، وشويه من الكمون والكزبره، وتمام. هي بتاخدش بهارات خالص، هي دي كده خلاص. واقلب كده لحد ما تغلي كويس، لازم تغلي بس غلوه كده حلوه. حطيت عليها بقى فصين توم مفرومين بقى، يا على الريحه بقى وجمالها. تمام، بعد ما غليت بقى عندي بيض. ما تستغربوش يا جماعه، الاكل طعمها خطير والله، جربوها بس وهتدعوا لي. عنده بيض على حسب بقى عدد الافراد اللي هتاكل. حطيت 6 بيضات، تمام، بس وزعتهم كده في الصينيه جنب بعض. وبعدين رشيت بس رشه فلفل اسود بسيطه كده على البيض وخلاص. هغطيها بقى، وحطيت قرن فلفل كده على الوش يديها ريحه حلوه، وهغطيها وهدي النار شويه، واسيبها لغايه ما البيض يجمد كده ويستوي. تمام، البتنجان بصوا بقى لونه جميل ازاي، ما اتغيرش، لانه مستوي على نار هاديه. عارفين بقى لو النار عاليه هيحروق كده ويبقى من جوه طري ومن بره ناشف، ما يبقاش حلو خالص.
حاجه ما بتستوي على نار هاديه بصراحه بتبقى احلى بكتير. هسيبه يهدى بقى ويبرد قبل ما ايه احدقه بالخلطه اللي انا جهزتها معاكم. بس هكمل بقيه البتنجان اللي عندي، وزي ما بقول لكم عشان البتنجان كبير انا قسمته كده ايه نصين. نفس الحكايه برضو هغطيه واسيبه على نار ايه هاديه زي الاولاني. بصوا البيض خلاص اهو استوى ما شاء الله، ما بياخدش 10 دقايق. هدخله بقى تحت الشوايه ياخد لون كده حلو من على الوش كده ويحرمش كده ويبقى جميل تحت الشوايه. بس مش هايد الفرن، هايد الشوايه بس. والبتنجان كان برد هحدقه بقى. عايزه اقول لكم بقى يا خراشي طعمه عسل عسل كده. طبعا الخلطة وانا بضربها في الكبة بدوقها، يعني لو محتاجة ازود ملح هزود، محتاجة ازود اي حاجة بزودها عادي خالص قبل ما اعينها في البرطمان او في العلب. جاهزة معايا ازاي، ما خدتش معايا وقت خالص. وهحط بقى في العلبة، والباقي حطيته كده في طبق ايه ساعة الغدا وخلاص. ممكن اقلي معاه فلفل كمان بيبقى طعمه خطير. مكان الطبق بقى اللي كان فيه الخلطة حطيت شوية خل حلوين كده. تمام. وهحط شوية بقى في العلبة اللي فيها بقية البتنجان، وشوية على الطبق اللي انا ايه هحطه على الغدا. انتوا شايفين الجمال؟ تحفة، يتاكل اصلا لوحده كده البتنجان ده طعمه زي العسل. وادي صينية اللسان عصفور بالبيض طلعت وخلصت. عايزة اقول لكم ما بتاكلش جنبها اي حاجة خالص، هي كده زي الفل. تعتبر اقتصادية، مع ان كده كده مفيش اي حاجة اقتصادية دلوقتي والله العظيم، بس يعني ايه تغيير بقى عن الاكل اللي احنا ايه متعودين عليه، ولا رز ولا مكرونة ولا كده. ممكن برضو يتاكل بعيش على فكرة، في يعني كذا حد بيحب ياكله بعيش مفيش مشكلة، لكن متهيأليش ينفع برز لان هو اصلا لسان عصفور زي الرز. مخلل بقى وعيش وسلطاتك وبابا غنوجك وبالهنا والشفا. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بأي حاجة بسيطة. متنسوش اللايك للفيديو واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.